لو انتوا من الناس اللي بتحب تعمل وصفات سهله وسريعه، انا هنا علشان اريحكم من حيره التفكير كل يوم هنعمل اكل ايه. هعمل لكم النهارده اكله سوبر توفير. كل اللي هنحتاجه ليها شويه خضروات بسيطه كلها اكيد موجوده في البيت، زي الفلفل الاخضر والبصل والطماطم والبطاطس، ولو في كوسه تمام، لو مفيش كوسه مش هتقف عليها الاكله خالص خالص، يعني ينفع نستغني عنها. الاول هنبتدي كده بالبصل وهنقطعه جوليان، ولازم نقطعه جوليان علشان لما بنقطعه بالشكل ده فعلا بيبقى طعم الاكله بتاعتنا النهارده مميز. كده خلاص انا قطعت البصل كله. اول حاجه صعبه معانا خلاص احنا ارتحنا منها. انا بحب اقطع البطاطس بالسكينه المشرشره دي، بقشرها كده وبغسلها كويس، وبعدين بقطعها حلقات، ما تقطعوهاش رقيقه قوي عشان تبقى محتفظه بكيانها كده، ما تتهريش معانا، يبقى شكلها حلو برضو. خلاص كده قطعنا تاني مكون وهو الكوسة. دلوقتي هنقطع الفلفل الأخضر. كل الحاجات دي أنا بقطعها حلقات كده، ما تكونش رقيقة قوي، ما تكونش تخينة طبعا عشان تستوي بسرعة معانا. وتمام كده الفلفل بقى جاهز معانا. الطماطم نفس الشيء، أنا بقطعها شرايح كده رقيقة برضو علشان تستوي بسرعة معانا. اختاروا طماطم تكون حجمها صغير عشان بيبقى شكلها حلو برضو لما بنرصها بعدين. خلاص كده اخر حاجة انا بحب اقطعها هي البطاطس. قطعتها اخر حاجة علشان لما بتتقطع وتتساب في الهوا كده ممكن تسود، فانا بقشرها وبغسلها وبعدين بقطعها اخر حاجة. قطعوها حلقات ما تكونش برضو رقيقة علشان ما تتهريش معاكم. ممكن تعملوها اي شكل، مش شرط يعني نعملها حلقات، بس احنا متعودين على الشكل ده. خلاص كده كل حاجة بقت جاهزة معانا، كده وصفتنا يعني خلاص بقت سهلة. هنجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها علشان ما نضيعش وقت وما نستخدمش مواعين كتيرة. هضيف فيها ملعقتين زيت وبس، يعني ما تكتروش الزيت، وهم دول كل شويه الزيت اللي احنا هنستخدمهم في الوصفه بتاعتنا النهارده. بصوا بقى انا طريقتي دي مميزه جدا في الوصفه دي، يعني كل الناس ممكن تكون بتعملها بنفس الخطوات لكن كله ني في ني. انا عايزه اقول لكم بقى التركه اللي تخليكم تعشقوا الصينيه دي، التقليبه بتاعه البصل في الزيت. لما بنقلب البصل في الزيت كده في الاول بيبقى طعم البصل مسكر جدا ومكرمل وجميل جدا. انا اولادي ما بيحبوش الاكله دي كلها ني في ني علشان ما بيحبوش طعم البصل وهو ني. فانا بقلبها كده لغايه ما يبقى، يعني مش هستنى لما يبقى ذهبي، يا دوب بس يدبل. هضيف عليه الفلفل، وترتيب الخطوات مهم جدا خلوا بالكم. بعد البصل بنضيف الفلفل، بقلب الفلفل مع البصل شويه حلوين كده لغايه ما احس ان الفلفل ابتدى يدبل، مش هستنى لما يلون ولا اي حاجه. في الوقت ده انا بوطي النار وببتدي اضيف البهارات. نص ملعقه صغيره كمون، نص ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره كزبره، وملعقه ونص من خلطه البهارات السحريه او اي بهارات فراخ انتوا بتحبوها، او ممكن السبع بهارات، اي توابل انتوا بتحبوها ضيفوها. كمان انا ضفت ملعقه ونص، ملعقه صغيره طبعا مش كبيره، ملح. وبعدين بقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض على نار هاديه زي ما اتفقنا. في الوقت ده هتشموا ريحه رهيبه، التوابل مع الخضار بيقلب ريحه البيت بصراحه. كمان انا ضفت دلوقتي نص ملعقه صغيره توم مفروم، ما تكتروش اكتر من كده. انا هقلبه ومش هضيف زيت ولا اي حاجه لغايه بس ما ابتدي اشم ريحه التوم عشان ما يبقاش بس التوم ني معايا. بعدين هضيف البطاطس، وانا بحب اقلب البطاطس مع الخضار. صدقوني التقليبه دي بتفرق كتير جدا في الطعم. الصينيه دي هتبقى احلى صينيه انتوا هتعملوها. بقلب البطاطس كويس خالص مع باقي الخضار علشان تطعم منه، كمان علشان تاخد من التوابل. بعد ما هقلبها كده حوالي دقيقتين، طبعا كل التقليب ده بيكون على نار متوسطة، ببتدي اضيف الكوسة دلوقتي، وبرضو هقلب الكوسة مع البطاطس مع باقي الخضروات علشان برضو تطعم منهم. كل شوية كده من وقت للتاني انا هديهم تقليبة بالملعقة. التقليبة دي فعلا يعني تأثيرها زي السحر في الوصفة بتاعتنا دي، ما تستهونوش بالخطوات دي، هي بسيطة لكن هتطلع معاكم أكلة من الآخر. في الآخر برتبهم كده بالسباتيولا، وآخر حاجة أنا بضيفها هي الطماطم. برص الطماطم كده من فوق وبوزعها بالترتيب عشان يبقى شكل الصينية بتاعتنا كده يعني يفتح النفس ومترتب مش منعكش. خلاص كده أنا ضفت الطماطم، واخر حاجه احنا هنضيفها علشان نسوي الخضار ده ايه، قبل ما طبعا ما بضيف الميه دلوقتي انا اديتها رشه كده، ده مكعب مرقه انا فركته كده وضفته من فوق، ده اختياري لكن برضو بيخلي طعمها حلو. جبت نص كوبايه ميه ودوبت فيها 3 ملاعق من الصلصه وسقيت بيها الصينيه عشان تستوي على الميه دي والبخار. غطوها بقى باي حاجه، بغطا حله، بصينيه، اي حاجه. انا غطيتها بصينيه البسبوسه
وبعد ما هغطيها هسيبها طبعا على عين البوتاجاز على نار هاديه جدا عشان تستوي براحتها. في الوقت ده انا هعمل الرز. حطيت شويه زيت، ولما سخن الزيت جدا جدا انا كنت غاسله 3 كوبايات من الرز المصري. انا ما بنقعش الرز علشان ما يتكسرش، وبعدين بضيفه في الزيت. وفي البدايه كده انا بحب اضيف الملح علشان الرز يتفلفل معايا بسرعه كده ويتحمص. بفضل اقلب في الرز لغايه ما ياخد لون. اهم حاجه التقليب علشان الرز يبقى مفلفل معاكم وما يعجنش. لازم نقلبه كويس جدا عشان يبقى لونه ذهبي كده، يبقى حبه وحبه. هتفضلوا تقلبوا فيه لغايه ما توصلوا للون اللي انتوا حابينه. انا بحب اللون اللي هو وسط، ولا هو غامق قوي ولا هو فاتح. في الوقت ده خلاص انا بعد ما هوصل للون اللي انا حابه بضيف الميه. انا ضفت 4 كوبايات ونص من الميه، ولو الميه مغليه طبعا هيكون احسن واحسن عشان ينجز معايا. بغطيه وهستنى لما الميه تغلي. اول ما الميه تغلي انا بوطي النار خالص خالص وبخليها زي الشمعه علشان الرز يبقى مفلفل معاكي وجميل. سويه على نار هاديه جدا جدا، بشرط ان الميه تكون بتغلي. يعني لو الميه بارده ما توطيش العين، استني لما تغلي ووطي عين البوتاجاز وسيبيه يستوي على نار هاديه جدا جدا. بعد ما الرز بيشرب الميه بتاعته، لو لقيتيه يعني ماسك شويه كده ما تستعجليش وتضيفي عليه ميه. لا، احنا بنطفي النار ونغطي الحله ونسيبه يعني متغطي حوالي 10 دقايق. بيكمل التسويه بتاعته على البخار، مش هتحتاجي انك تضيفي له ميه تاني ولا اي حاجه. وهو ده سر فلفله الرز اللي بيطلع كده جميل وحبه حبه ومش ملزق ولا اي حاجه. في الوقت ده الصينيه بتاعتنا كانت خلاص استوت. يعني انا بسيبها تستوي زي ما قلت لكم على نار هاديه جدا جدا. انا بعرفها استوت ولا لا ازاي؟ بجيب شوكه او ملعقه وبشوف البطاطس، لان البطاطس هي اكتر حاجه طبعا بتاخد وقت في التسويه. هنا خلاص انا لقيت البطاطس استوت وزي الفل. طبعا مش بنخليها تستوي زياده عن اللزوم علشان ما تتهريش. اول ما بتستوي بالشكل ده انا بولع الفرن وبدخل الصينيه تحت الشوايه. يعني مش بنولع فرن البوتاجاز، احنا بنولع الشوايه. طبعا دي خطوه اختياريه، لو انتم مش حابين تستخدموا الشوايه. هي صينيه خلاص استوت وبقت زي الفل، بس انا بحب اولع الشوايه اديها تاتش بسيط كده من فوق. الفلفل اللي فوق ده والطماطم بياخدوا ريحه جميله جدا جدا. طبعا انا حطيت الفلفلتين دول كده شكل جمالي يعني. وممكن على فكره برضو تقطعوا كزبره خضراء وترشوها على الصينيه، بيبقى شكلها جميل جدا جدا وطعمها كمان جميل جدا. بس انا اليوم ده ما كانش للاسف عندي خضره. بصوا بقى شكل الفلفل لما بياخد اللون الجميل ده تحت الشوايه. عايزه اقول لكم شكله اصلا يفتح النفس. بقدمه بالشكل ده. بحط الرز في بوله كده وبعدين بحط الخضار على جنب. وتعالوا شوفوا كده البطاطس قد ايه هي مستويه وناعمه وطعمها يجنن، كمان ريحتها رائعه. قلبوا بس انتوا البصل زي ما قلت لكم بالطريقه دي، صدقوني الاكله دي اكتر من رائعه. ممكن كمان تاكلوها سندوتشات كده او تغمزوها بالعيش عادي، يعني مش شرط تعملوا الرز. لو وصلتوا لغايه هنا انا بشكركم من كل قلبي لانكم مكملين معايا للاخر. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايكات كتير للفيديو، بحبكم جدا.